السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية احب اتمنى لكم يوم سعيد. فيلمنا النهاردة لغز كبير. هل حبك لانسان ممكن يخليك ترمي نفسك في التهلكة عشان خاطره ولا لا؟ فيلمنا بيبدأ بجيف ومراته ايمي اللي في طريقهم لسان دييجو بالعربية اللي جايبينها بالقسط بعد ازمتهم المالية، بحثا عن فرصة تانية في مكان تاني. وبيحاول يجيب جيف ترمس المية من المقعد الخلفي، لكن فجأة في عربية بتظهر قدامه وبيتجاوزها بصعوبة، وبيقول لمراته تلاقي مامته اللي جايبها له. ولما بيقفوا عشان يحطوا بنزين بيقابلهم سواق العربيه اللي ظهرت قدام. بيقول لجيف عربيتك حلوه قوي، بس مش عيب تبقى عربيتك حلوه كده وواحد حمار اللي سايقها. وبيقول له جيف يا سيدي اسف، حقك على دماغي، ممكن ننسى الموضوع بقى. لكنه بيبرطم بالكلام ومش عاجبه. وإيمي بتجيب دونتس من البنزينة مع فرصة فوزهم في سحب على 90,000 دولار، لكن فجأة العربية بتتعطل وهم على الطريق ومفيش شبكة، وبيعدي عليهم إيرل بعربيته، بس فجأة بيقف بعيد وبيلف ويرجع وكأنه هيرجع للانتقام. لكن بتظهر عربية نقل كبيرة، بالتالي بتجبر إيرل إن هو يمشي. وبيوصل وارن اللطيف سواق العربية النقل وبيعرض إن هو يساعدهم. بيقول لهم إن العربية سخنت فوق المسموح بيه، وبيقول لهم في مطعم قريب من هنا وتقدروا تتصلوا من هناك بوينش عشان يجي يشيلها. وبيقول له جيف لا، احنا هنستنى لحد ما تبرد ونجرب نشغلها تاني، يمكن تشتغل. بس بتقترح ايمي انها تروح المطعم معاه وتتصل بالونش ويفضل هو هنا لحد ما العربية تبرد. وبيوافق جيف، لكن بعد فترة كبيرة من الانتظار بيفحص العربية التاني وبيلاقي ان في اسلاك مقطوعة. يعني اللي حصل ده كان بفعل فاعل، وبالفعل العربية بتشتغل. وبيروح للمطعم لمراته وبيوصل فعلا للمطعم، لكنه مش بيلاقيها. بيسأل مقدم المشاريب عنها، لكنه بيقول له انا في ناس بتيجي عليا كتير، انا مش هحفظ كل اللي بيجوا ويروحوا. وبيسأله المطعم كله لكن محدش شافها. فجيف بيقول له طيب لو شفتها ولا ما تتحركش من هنا لحد ما ارجع لها. وبيروح هو يدور عليها على الطريق، وفجأة بيلمح عربية نقل شبه عربية نقل وارن، وبيحاول يوقف السواق بيقول له اقف حالا. وبيتضح ان هو وارن فعلا، وبيسأله مراتي فين؟ فقال له انا مش عرفني مراتك فين، انا مش شفتكش قبل كده اصلا. وبيحاول جيف يدور عليها، لكنه بيشوف عربية شرطة جاية وبيجري يوقفها. بيقول للظابط الحقني، الراجل ده خطف مراتي. لكن وارن طبعا بينكر، وبيفتش الشرطي العربية لكن مش بيلاقي حاجة. وبيقول لجيف ممكن تكون هربت منك، وبيلمح ان ليها عشيق. لكن جيف واثق في مراته وعارف انها بتحبه، بالتالي بيحس جيف بالعجز وقلة الحيلة. وبيروح لاسم الشرطة عشان يعمل بلاغ، لكن بيلاقي صور لناس كتيرة مفقودة ومعظمهم نساء وفي نفس عمر مراته. وبيقول له الشرطي روح انت استنى في المطعم لحد ما تظهر مراته، او لو انا وصلت لحاجة هتصل بيك هناك. وبيرجع للمطعم في حالة غضب وضيق من اللي بيحصل، وبيحاول يتكلم تاني مع مقدم المشاريب لكنه غير متعاون معاه. فجيف بيحاول يخطف منه الايصالات عشان يتأكد بنفسه مراته جت ولا لا، لكنه بيطلع له مسدس وبيجبره يسيب المطعم ويخرج. وبيحاول يتصل بالمأمور، لكن واحد اسمه بيلي بيقول له مراتك جت هنا فعلا في عربية نقل، ومشيت في عربية نقل التانية، والعربية مشيت في طريق 7 قرب النهر. ولما بيحاول يعرف منه معلومات اكتر تقدر تساعده بيرتبك ويبان ان هو خايف من مقدم المشاريب. وبيصر جيف ان بيلي يجي معاه للشرطة، لكنه بيقول له ان الشرطة مشتركة في كل اللي بيحصل، واضح ان الموضوع كبير قوي. وبيقرر جيف يروح يدور عليها على الطريق 7، وبيكلم المأمور لكن الخط بيقطع. بس فجأة بيلاقي الطريق مقفول، وبيحاول يرجع تاني بس بيلاقي قدامه إيرل ومعاه بندقية، بالتالي بيكسر السياج ويحاول يهرب منه. وبيطارده إيرل وسط حيرة من جيف، هو مشترك في اللي بيحصل ولا عايز بس ينتقم مني. وبيلاقي الطريق مقفول تماما، بالتالي ما قداموش غير النزول على المنحدر، لكنه بيفقد السيطرة على العربية وبيقع في النهر. وبيحاول إيرل يضربه بالنار، بس بينجح جيف ان هو يطلع من العربية ويروح مع الطيار، وبيراقبهم من بعيد علشان يمشي وراهم. بس فجأة بيظهر بيلي ويخبطه في راسه ويفقد الوعي. ولما بيفوق بيعرف ان هم خطفوا مراته وعايزين فدية، لان ايمي قالت لهم ان هو معاه 90,000 دولار في البنك لان هو ملك الدونتس. ولما بيسمع جيف الدونتس بيفتكر كلام مراته عن السحب والدونتس، وبيدرك ان هي قالت لهم كده علشان ما يقتلوهاش. وبيلاقي ان وارن هو الزعيم بتاعهم، وبيطلب منه انه يروح للبنك ويسحب 90,000 دولار كلهم، ولو تلاعب في اي حاجة في كل مرة
مرة هيبعت له حتة من جسم مراته، وبالفعل بيروح فعلا للبنك رغم ان هو عارف ان هو كحيان ومحلتوش الا 5000 جنيه في البنك. ومدير البنك بيشك ان في حاجة غريبة لان جيف مش طبيعي، وبيحاول جيف يصارحه باللي حصل، بس في شخص غريب بيدخل وبيقعد قدامه. بس انا حاسس ان مدير البنك ممكن يكون فاهم حاجة، وطلب منه ان هو يستنى لحد ما يجيب له الفلوس. وبيستغل جيف الفرصة ويدخل للحمام ويحاول يشوف اي حاجة ممكن يستعملها كسلاح، بس للأسف مش بيلاقي. ولما بيرجع بيلاقي قطاعة الورق سابها له مدير البنك، بالتالي يقدر يستخدمها كسلاح، فبياخدها وبيخرجوا معاه الفلوس. وبتجيله مكالمة بتعليمات جديدة ان هو يستنى عربية هتجيله على الطريق، ولما بتيجي العربية بيكتشف ان هو ايرل اللي بياخد منه الفلوس ويربطه ويشونه جوه العربية، وبنعرف ان هو اللي قطع اسلاك العربية، وبيعرف برضو ان هما هيقتلوهم في كل الاحوال حتى لو خدوا الفلوس. واثناء ما جيف بيحاول يحرر نفسه، ايرل بيكتشف ان الفلوس فئة دولار واحد، يعني المبلغ كله على بعضه 5000 دولار بس بيبخته جيف ويزرع له وردة في صدره، ورغم كده بيقاوم ويضرب. صحته حلوة أوي الراجل ده. وبعد صراع كبير بيربطه في الكرسي من رجليه ورقبته ويفضل يفرفر فيه لحد ما قال له ان ايمي في موقف اتوبيسات. لكن فجأة بيظهر الضابط اللي بيلف المدينة كلها وبيأمر جيف ان هو يوقف العربية وبيعتبره مجرم. لكن جيف بيحاول يقول له ان ايرل مشترك في خطف ايمي، لكنه مش بيصدقه. وفجأة بيضربه ايرل بالنار وبيهرب جيف، وإيرل على وشك ان هو يقتله، لكن بيضربه الضابط في اخر لحظة. وبيطلب جيف الاسعاف للضابط، وبيروح على موقف الاتوبيسات. وبيروح وارن بالصدفة يتكلم في التليفون، وبيقول لبيلي ان هو هيجيب ايمي لبيته علشان يحددوا هيعملوا معاها ايه بالظبط. وبيمشي وراه جيف وبيجري على اخر امل ليه في ان هو ينقذ مراته ويستخبى تحت العربية النقل. فعلا الحب بيصنع المعجزات وبيدي الانسان قوة واصرار ما كانش يقدر يتخيل ان هي تكون عنده، لكن للاسف بيقع منه المسدس. وبعد رحلة طويلة بيروحوا للبيت فعلا، وبنكتشف ان وارن عنده ابن وزوجة. وبيطلع جيف بسرعة لسقف الحظيرة ويستخبى، وبيشوفهم جايبين مراته اللي بتشوفه فعلا من الخرم اللي بيبص عليه، وبيشوفهم هما بينزلوها تحت وبيقفلوا عليها. وبعد ما مشيوا بيحاول يكسر القفل ويفتح لها في صمت عشان ما يسمعوش، لكن بلا جدوى. وبيفتش في العربية النقل وبيلاقي مسدس، ويقرر يخش ينتقم من الأشرار بنفسه. بيلاقيهم بياكلوا وعايشين حياتهم عادي. وبيقول لمرات وارن جوزك مجرم يا هانم وبيخطف النساء، ومراتي دلوقتي في الحظيرة محبوسة عنه. لكن فجأة بيظهر ابن وارن ببندقية ويقول له وارن اقتله، حتى امه بتقول له اقتله. لكن جيف بيضرب البندقية بسرعة وتطلع منها طلقة في واحد فيهم، وبينجح جيف ياخد منه البندقية. لكن بيلي بيقدر يهرب، وبيروحوا على الحظيرة وهو مرفعهم، وبيؤمر مراته انها تطلع ايمي، وبياخدها في حضنه وسط غضب وفرحة ان هو لقاها اخيرا بعد ما كاد يفقد الامل. وبينزلهم كلهم تحت ويقفل عليهم، وبيجروا على العربية ويتحركوا بسرعة. بس بيلي بيخرج وارن اللي بيركب عربيته النقل في نوبة غضب عارمة، وبيبدأوا كلهم يطاردوا جيف ومراته بعربيتين وعربية نقل كبيرة. لكن بينجح جيف ان هو يقلب عربية بيلي ويفجرها، ويفقد وارن السيطرة على العربية النقل ويقلب العربية التانية، لكنه بينجح ان هو يحاصرهم على الجسر. وبيستعد ان هو يرميهم بالعربية من فوق، وبتتحشر رجل ايمي في العربية وبيطلع له جيف. وبعد عركة بيفقد السيطرة على العربية وتتدلى كده من فوق الجسر، وخلاص جيف هيقع. وفي الأثناء بيقدر وارن يطلع لفوق ويمسك سلسلة حديد ويلفها في ايده ويضرب بيها جيف. لكن لحسن الحظ بيقدر جيف يمسكها ويشده لتحت عشان يرميه من فوق. وبيطلع لحبيبته ويحررها ويقول لها دوختيني يا بنت الكلب. ولما بيبصوا على وارن بيلاقوه لسه عايش ولسه فيه الروح، مش عايز يموت بنص. وبتحرك ايمي العربية علشان تقع العربية النقل على وش وارن. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للصفحة، بس ما تخلوش اي فيديو او اي فيلم يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.